الفيدرالي الامريكي نزل الفايده نص في المية مره واحده، وده لاول مره من 4 سنين، وده حصل يوم الاربع اللي فات. فيجي السؤال هنا، تفتكروا دوت حلو ولا وحش لمصر؟ قبل ما تجاوبوا خلونا نفهم الموضوع دوت من الالف للياء. قرار البنك الفيدرالي الامريكي دوت ده قرار مش عادي كده اي حد بيعديه وخلاص، لان من الاخر اي حاجه بتحصل في اي حته بتاثر على الكل. فخلونا نشوف مع بعض ونفهم سوا ايه اللي حصل بالظبط. يلا بينا بعد الفاصل. الاول ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم محمد العسال وبرحب بيكم في القناه اللي بتتكلم عن البنوك والاقتصاد. طيب الاول كده خلينا نتكلم ايه هو البنك الفيدرالي الامريكي وليه هو مهم، ودوت للناس اللي هي لسه ما تعرفش الموضوع من الاساس. يعني البنك الفيدرالي الامريكي ده زي البنك المركزي عندنا في مصر، بس طبعا اكبر واقوى. ده البنك اللي هو بيتحكم في الدولار في العالم كله، فاي قرار بياخده البنك دوت بيأثر علينا وعلى العالم كله، مش بس على امريكا. البنك الفيدرالي قرر يخفض سعر الفايده بنص في المية. يعني ايه الكلام دوت؟ تخيلوا معايا كده، لو البنك كان بيدي 5 جنيه فايده على كل 100 جنيه، دلوقتي بقى بيدي 4.5 بعد القرار دوت. الفرق مش كبير صح؟ بس صدقوني الفرق دوت ليه تأثير كبير جدا 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 عالميا. بصوا يا جماعه، الفيدرالي الامريكي ده بيحاول دايما يوازن بين حاجتين مهمين جدا جدا، النمو الاقتصادي ومكافحه التضخم. يعني من الاخر عايز الاقتصاد يكبر ويزدهر، وفي نفس الوقت يمنع الاسعار انها تطلع زي الصاروخ، وده اللي بنسميه ايه؟ التضخم. الفيدرالي الامريكي شايف ان الاقتصاد الامريكي حاليا كويس، بس في شويه تباطؤ في النمو، وفي نفس الوقت التضخم مش مرتفع قوي. عشان كده قرر يخفض سعر الفايده، يعني من الاخر كده ان هو يشيل شويه من التجديد النقدي عشان الاقتصاد يقدر يتحرك بسرعه اكبر. لان لو تفتكروا الفيدرالي الامريكي اتهاجم جامد جدا جدا ساعه بيانات اللي هو البطاله اللي طلعت، واللي طلعت كانت اعلى من المتوقع، وده اثر على ايه؟ ده اثر على ان كده امريكا داخله في ركود. فلو امريكا داخله في ركود كده الدنيا خلاص ايه، على الله السلام. انت بتتكلم ان ايه؟ انت هتلاقي العالم كله هيقف. عشان كده كان في هجوم شديد جدا على اللي ماسكين الفيدرالي الامريكي. طب ايه النتيجه المتوقعه من القرار ده؟ الفيدرالي من الاخر بيراهن على ان خفض سعر الفايده هيشجع الشركات على الاستثمار والتوسع، والناس كمان ان هي ايه؟ تنفق، وده اللي يخلي الاقتصاد ينمو بشكل اسرع، وهيخلق كمان ايه؟ فرص عمل جديده عشان ايه؟ الناس تشتغل، وهيقلل نسبه البطاله. وكمان لما سعر الفايده ينخفض في امريكا، الاستثمار في البورصه بالذات بقى مربح اكتر، وده اللي احنا شفناه، اسعار داو جونز علت بكام والكلام ده كله. بس استنى شويه، مش كل حاجه وردي. خفض سعر الفايده ليه مخاطر برضو، زي ان التضخم ممكن يزيد شويه، وقيمه الدولار ممكن تقل مقارنه بالعملات الاخرى، وده يخلي اللي هي الواردات اعلى، وممكن الناس تستثمر في مشاريع عاليه المخاطر، وده ممكن يسبب مشاكل ماليه في المستقبل. فكل قرار ليه ميزه وعيب. يعني زي ما انتم شايفين الموضوع مش بسيط، في ايجابيه وفي سلبيات، والفيدرالي لازم يوازن ما بينهم كويس عشان يوصل لافضل نتيجه ممكنه للاقتصاد الامريكي. طب احنا بقى ايه دخلنا في كل دوت؟ خلونا نشوف ازاي القرار دوت هيأثر علينا احنا كمصر. اول حاجه، خفض سعر الفايده في امريكا ممكن يخلي الدولار ينزل شويه مقابل الجنيه، وده خبر حلو طبعا، لان هيخلي الواردات ارخص ويساعد ان هو يخفف الضغط على الاسعار. بس في نفس الوقت ممكن يأثر بالسلب على تحويلات المصريين في الخارج، لان قيمه الدولار هتبقى اقل لما يحولوها لجنيه. ولو ان انا شايف الموضوع دوت مش هيأثر خالص على تحويلات المصريين في الخارج، لسبب ان ايه؟ ان من الاخر ان هم المصريين في الخارج ما كانوش بيحولوا عشان خاطر كان الاول الجنيه كان في فرق كبير جدا ما بين سعره في السوق السوداء وسعره ايه في البنك، لكن دلوقتي سعره بقى خلاص زي السوق السوداء، فعشان كده ايه؟ خلاص بقى بيحولوا عن طريق البنك امن. تاني حاجه، خفض سعر الفايده في امريكا ممكن يشجع المستثمرين الاجانب على الاستثمار في مصر، لانهم هيلاقوا ان العائد على الاستثمار في مصر بقى اعلى من العائد في امريكا، ودوت اللي احنا شفناه في ايه؟ في موضوع اذون الخزانه اللي دخلت بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت. ثالث حاجه، خفض سعر الفايده في امريكا ممكن يخلي البنك المركزي المصري يفكر ان هو يخفض بقى سعر الفايده عندنا كمان، وده هيخلي القروض ارخص، ويساعد الناس على ان هم بقى ايه؟ يشتروا بيوت وعربيات، ويساعد الشركات على التوسع، وده كله ايه؟ هينعش الاقتصاد المصري. بالنسبه للذهب، سعره هيزيد اكيد الفتره اللي جايه في مصر. ليه؟ لان سعره عالميا هيبتدي يزيد شويه. الحاجه اللي معانا برضو اللي ممكن تاثر الديون. مصر زي كتير من الدول عندها ديون بالدولار، لما سعر الفايده في امريكا ينزل ده معناه ان تكلفه الديون دي ممكن تقل. تخيلوا معايا كده ان مصر كانت مديونه مثلا 100 مليار دولار، وده مثال بس يعني، قبل القرار ده كانت بتدفع 5 مليار دولار فوائد في السنه، دلوقتي ممكن تدفع 4.5 مليار دولار.
الفرق ده اللي هو يعني يعتبر نص مليار دولار، ده مبلغ كبير جدا جدا ويتصرف على مشاريع تانية كتير جدا. طيب ايه تأثير القرار دوت اللي حصل على البورصة المصرية؟ هنلاقي ان البورصة المصرية شهدت ارتفاع جماعي في بداية تعاملات جلسة الخميس اللي فات، وكان في آراء مختلفة من خبراء أسواق المال عن تأثير خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفايدة على البورصة المصرية. يعني نلاقي ان حسام الغيش شايف ان الخطوة دي هتساعد الأسواق الناشئة في جذب الاستثمارات، خصوصا ادوات الدين، لان اسعار الفايده في مصر اعلى من الاسواق العالميه، وده هيشجع المستثمرين يدخلوا السوق المصري. وكمان بيقول الاموال الساخنه اللي هي اذون الخزانه وكده هترجع بقوه للاسواق الناشئه ومن ضمنهم مصر. البنك المركزي المصري كان اعلن ان هو جذب حوالي 23 مليار دولار استثمارات في اذون الخزانه المحليه خلال اول 4 شهور من تحرير سعر الصرف في مارس اللي فات، ووصل الرقم ده ل 36.71 مليار دولار في نهايه يونيو. سعيد الفقي الخبير الاقتصادي اتفق مع الغيش وقال ان خفض الفايده هينعكس بشكل ايجابي على البورصات العالميه والمحليه، وده اللي احنا شفناه، لان العلاقه عكسيه، يعني كل ما الفايده تقل البورصه تتحسن والعكس صحيح. لكن محمد كمال شايف ان تاثير خفض الفايده من الفيدرالي الامريكي هيكون محدود على البورصه المصريه. ليه؟ لان العوامل المحليه هي اللي بتاثر بشكل اكبر دلوقتي، بس لو البنك المركزي المصري خفض الفايده ده هيكون تاثيره اكبر على البورصه المصريه. في النهايه قرار البنك الفيدرالي الامريكي ده مش مجرد خبر بنسمعه وخلاص، ده حاجه ممكن تاثر على حياتنا كلها. اللي عايز اقوله في الاخر، خلي عينك مفتوحه واتعلم على طول، حاول تستفيد من الفرص اللي بتيجي، وافتكر زي ما الاقتصاد بيتغير احنا كمان لازم نتغير ونتطور. شكرا انكم تابعتوا معانا الحلقه الطويله دي، اتمنى تكونوا استفدتم وفهمتم اكتر عن الموضوع دوت. لو عندك اي اسئله او استفسار ما تردوش واسالوا وانا هجاوب ان شاء الله في التعليقات. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.